كان أحد شعراء اليمن عبد الله بن يحيى العلوي كان من وزير للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد ينتدبه لحضور المؤتمرات الدولية، فإذا ذهب وحضر المؤتمر صاغ تقريره شعرا، وله ديوان اسمه البجاج فيه أكثر من 50 قصيدة عن المؤتمرات الدولية. حضر مؤتمر تمهيدي لدول عدم الانحياز في عام 1962 في القاهرة، وعمل هذه الأرجوزة لخص فيها المؤتمر. قال: وبعد فالعالم في صراع محتدم الخلاف والنزاع، هذا شيوعي يقول مالي لدولتي وذاك رأس مالي، وبان في الوجود جمع ثالث يدعو إلى الحياد غير عابث، وقد دعا إلى اجتماع ناصر من أجله تيت وعبد الناصر، فلبت الدعوة كل دولة ترى الحياد مبدأ ونحلة. وعقد المؤتمر التمهيدي لدول الحياد بالتحديد في مصر خير بلد إفريقي وبين شعب في العلا عريق، واختلط البيضان والسودان في قاعة جميلة الأركان، وكان يوما قاسي الحرارة تكاد منه أن ترى الشرارة، وفي الوفود وزراء 10 قلوبهم بيضاء عكس البشرة، وقد اختاروا لجلسة الرئاسة محمود فوزي وهو ذو كياسة، ورأسه كاسمه رياض كأنه الخلجان والحياض، طويل بال يرسل الزمامة لكل وفد يطلب الكلام، ورحب الوفود بالجزائر وهم وقوف بعد يوم ثائر، وصفقوا لوفده طويلة وحاولوا العناق والتقبيل، كما ارتأوا حق الكبير والصغير في وحدة الأرض وتقرير المصير، وأن تحد الدول القوية من صنعها القنابل النووية، وقرروا تصفية القواعد بكل ما أوتوا من السواعد، وفي الأخير أصدروا بيانا وقد حوى الكثير مما كان، وقرروا بعد جدال مختصر في بلغراد أن يكون المؤتمر. وفي الوفود شاعر يماني يستلهم هذه المشاهد المصاحبة، خلص التقرير. وفي الوفود شاعر يماني يستلهم الوحي من المثاني، بشعره يسجل الحوادث ولا يخاف قلم المباحث. وبينهم سيدة رشيقة قد لبست ملابسا أنيقة، تعشقت في مهدها المعالي، بمثلها تعتز أندونيسيا، ترأست إحدى اللجان مرة فبرهنت عن فطنة وخبرة. وفي الوفود غادة غينية تخالها من أسرة غنية، ترشقها العيون بالتوالي، وبالأخص من سفير مالي. واختتم المؤتمر التمهيدي أعماله بالوعد لا الوعيد، والشكر للمضيفة العظيمة مصر على الضيافة الكريمة. ها؟